هالو، ازيكم؟ اهلا بيكم فيديو جديد على قناة تجارب شاشتة. النهاردة هنعمل تجربة سندوتشات في مكنة الوافل، وهنجربها مع بعض ونقيمها ونشوف ايه احلى سندوتش طلع في الثلاث سندوتشات اللي انا هعملهم دلوقتي معاكم. استنوا لاخر الفيديو علشان نقيم الثلاث سندوتشات اللي انا عملتهم للفطار، وزي ما انتم شايفين شكلهم يشهي جدا. تعالوا كده نجرب السندوتشات دي مع بعض ونشوف انا عملتها ازاي. هنا انا جهزت البيض، عملت 4 بيضات، عملتهم اومليت، وهنا بقطعهم 3 شرايح علشان هحطهم في 3 سندوتشات. وهنا انا فتحت الفينو خالص علشان خاطر اعرف احط المكونات، واول مكون حطيته هو البيض، وبعد كده الفلفل، وحطيت جبنة رومي ودي الجبنة المفضلة بالنسبة لي، وحطيت كمان بصل اخضر وزعتر، وانا بحب البصل الاخضر جدا يا جماعة. وده كان شكل السندوتش الاول. وطبعا حطيت ورق زبدة في مكنة الوافل علشان الجبنة لما تسيح ما تبهدلش المكنة، وهسيبها شوية كده لحد ما السندوتش يندمج مع بعضه. تعالوا نعمل تاني ساندوتش هستخدم فيه جبنة كيري مع الريكفورد، وهنا زودت جدا الجبنة الكيري مع الريكفورد، وبعد كده قطعت شريحة البيض لقطعتين وهحطها على الجبنة الكيري. وبعد كده حطيت اللانشون، ممكن تستخدمي اي نوع لانشون عادي جدا، وحطيت البصل الاخضر، وكمان هحط فلفل اخضر، واخر حاجة هحطها هي الجبنة الرومي، واخر حاجة حطيتها هي الزعتر. وهقفل السندوتش كويس جدا وهرجع احطه في مكنة الوافل. وهنا في الفيديو ده انا بجرب معاكم ينفع اعمل سندوتشات عادي في مكنة الوافل ولا هتبوظ مني، فاحنا هنجربها مع بعض. ويلا نعمل تالت سندوتش معانا. وهنا يا جماعة كانت الكاميرا عاملة زوم وما كنتش اعرف، فمعلش. ويلا نعمل تالت ساندوتش. حطيت شريحة البيض، وحطيت شريحة جبنة رومي، وحطيت شريحة لانشون والبصل الاخضر. هتلاقوا طبعا في مكونات متكررة بس الطعم هيبقى مختلف تماما. وحطيت كمان يعني هنا هيبقى اكسترا جبنة رومي، يعني علشان يعني نعمل اختلاف في الساندوتشات. وهنا فتحت الفينو خالص وقفلته كويس على بعض، ودخلته برضو على مكنة الوافل وسبته شوية لحد ما يسيح ويندمج مع بعضه. وخلاص كده احنا داخلين على اخر مرحلة في الفيديو، ان احنا هنجرب الثلاث سندوتشات ونقيمهم مع بعض. وخلاص كده انا جهزت السندوتشات، وعايزه اقول لكم الريحه تجنن. يعني انا هنا كنت في اللحظه دي جعانه جدا ومتحمسه جدا ان انا ادوق واجرب السندوتشات الجميله دي. فيلا هنبتدي باول سندوتش معانا. واول سندوتش كان فيه بيض وجبنه رومي ولانشون وبصل اخضر. فزي ما انتم شايفين الجبنه كانت سايحه والسندوتش كان مقرمش. ودقته بقى يا جماعه، بصراحه الساندوتش كان حلو، بس كان طعمه سيمبل قوي، واكتر حاجه كانت باينه فيه هو كان اللانشون اللي كان باين اكتر حاجه فيه، وبعد كده الجبنه. وطعم البصل بقى يا جماعه هنا اللي كان مفاجاه، البصل كان طعمه حلو جدا، البصل كان دبل شويه اكنه كان متسوي، فكان طعمه حلو جدا. يعني كان احلى حاجه في الساندوتش طعم البصل. فاول ساندوتش ده هقيمه 8 من 10. تعالوا ندخل على تاني ساندوتش. كان فيه بيض وجبنة رومي وفلفل رومي وبصل اخضر وكمان زعتر. تعالوا بقى هدوقه معاكم ونشوف طعمه هيعجبني ولا لا. سندوتش هنا برضو انبهرت ليه بقى؟ علشان طعم الفلفل
خطير في الساندوتش وحسسني ان انا باكل بيتزا. يعني طعم الساندوتش هنا كان طعمه يعني بيتزا، ما كانش طعمه ساندوتش. الفلفل والبصل مع الجبنة الرومي خلى الساندوتش يعني في حتة تانية خالص، اكنه بيتزا جدا. فتاني ساندوتش ده هقيمه 9/10. تعالوا نجرب تالت ساندوتش، وده كان فيه بيض ولانشون وجبنة رومي وجبنة كيري بالريكفورد، وكان فيه بصل وفلفل وزعتر. الساندوتش ده بقى يعني ابهرني بزياده. الساندوتش ده كان جوسي يا جماعه، انتوا عارفين يعني كان جوسي. جبنه الكيري اللي بالريكفورد عملت الساندوتش خطير. طعمه يا جماعه كان عامل زي اكنه بيتزا عليه صوص الرانش. بجد كان جوسي وطري، وكان يعني هو مقرمش وطري في نفس الوقت مع الجوسي. وطعم الفلفل والجبن اللي مع ميكس الجبن اللي معاه خطير جدا. ده هياخد 10/10. انا كده خلصت الفيديو بتاعي النهارده، وخلصت تجربه الاكل بتاعت النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكتبوا لي رايكم في التعليقات الفيديو عجبكم ولا لا، واكتبوا لي كمان اقتراحات تجارب اكل نجربها مع بعض ونقيمها مع بعض. واستنوني في فيديوهات جديده. وما تنسوش قبل ما اقفل الفيديو معاكم ما تنسوش تحطوا لايك عشان ده بيفرحني جدا وبتدعموني. وكمان اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يجيلكم اشعار بالفيديو الجديد بتاعي. وشيروا الفيديو لاصحابكم علشان القناه تكبر وكمان اكمل معاكم ان شاء الله. واستنوني في فيديوهات جديدة، وباي باي.